انا كنت باكل عندهم اكله اسمها منسف. الاكله دي عباره عن ايه؟ رز كده بسمتي اصفر وعليه جميد او لبن اسمه جميد. هو لبن مكلتم كده شويه، يعني مش سايل، مش زي الحليب كده، وحتت لحمه ملبسه. فهو الموضوع كله جماع في جماع كده، في حتى الموضوع مريب جدا. ولازم تاكل، ليه اداب، ليه عقيده قتاليه برضو. لازم ايدك الشمال ورا ظهرك ونقف زي البريان المرصوص، لان في حد هيشوط اللحمه علينا تقريبا. وتركز، تقف انتباه كده، ضامم رجلك عشان كلام الناس تقريبا، وتخلي بالك لان ايدك اليمين وهي بتتحرك انت لازق في حوض واحد تاني، فما تهيصش في الترابيزه، خليك في الحته اللي قدامك دي على طول. ايدك تاكل بايدك، ما تاكلش معلقه، لو اكلت معلقه يقولوا عليك مش كويس. تاكل انت جد ضايقنا، يعني ما ينفعش. احترم نفسك كده وكل بايدك. فانت بتمد بايدك تدحبرها يعني تكورها لا مؤاخذه زي كره التنس كده، وتقعد تدحبر 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 وكأنه تمرين لمراهق. او للاستاذ محمد بتاع المجال الصناعي، يعني شوف انت ميولك ايه وروح. تقعد تدحبر تدحبر وبعدين تبص على ايدك تلاقي مليانه لبن ابيض مع صفار، فتحس ان انت كنت في مرحله حميميه خاصه جدا وحد قطعها عليك في الاخر. تفكرك بايام اعدادي، فاكرينها رجاله بتاع زمان الجميله دي. تدحبر تدحبر واحنا قاعدين بناكل بقى بايدينا بركابنا وبالجزم في الصحن. فجاه الهيجين يقفش معاهم، النظافه بقى. فلا، لما تدحبرها وايد واحد معديه في ايدك وفي حد عشان يكرمك فيحط لك لبن على ايدك، وده اصلا اوسخ من كل اللي انا قلته. موتر جدا. انا اعرف الوش، الرقبه، الظهر، لكن على الايد دي مش مفهومه. مش مفهومه خالص بالنسبه لي الحقيقه، وكانت مهينه قوي يعني. فايدك خلاص بقى، وبعدين مش عارف تجيبها في مين. ما هو مش كلهم حطوا عليك خلاص. كارثه بنت لذينه، كارثه وحشه قوي يعني. لما بفتكرها بتوتر. تقعد تحبرها، بس الهيجين بقى بيقفش في ايه؟ ان وانت بتاكلها القفها كده، الابهام ما يلمسش شفايفك، احتراما لايادي الناس اللي متعاصه لبن اللي داخله في حياتنا. الكلام ده كله هنا الهيجين بيحبك. وفي واحد داخل اصلا كان لسه مولع سيجاره بيرميها وبيحط ايده في البتاع، وحد طالع بيقول لك الحمام ما فيهوش ميه. طب بتشتغلونا، تودي لهم استاذ محمد بتاع المجال الصناعي يظبطهم دول كلهم. فوانا واقف بتكلم معاهم قالوا لي انت بقى مصري مش هتعرف، وخلي بالك المنسف ده بينيم وبتاع. ولا بينيم ولا نيله، ده اكذوبه. يعني انا اكلته اول مره ورحت سوقت لحد البتراء، كان 450 كيلو عادي يعني. الله والله انك فراعنه. هم سهلين الانبهار جدا بالمصريين. مره التصوير عطل 4 ساعات واقفين على مشترك التركي ده اللي هو كام بقره كده في سلك. 4 ساعات عطلانين، مش عشان ما فيش مشترك، عشان مش عارفين ان احنا محتاجين مشترك. بس دول ما كانوش اردنيين الحقيقه، عشان يبقى كلامي واضح، وكانوا جنسيه تانية. فلما قلت لهم يا جماعه طب ما نجيب مشترك نحطه في النص، ياخد الكهرباء دي وياخد الكهرباء دي. والله انكم فراعنه. الله، بنات الاهرامات دول. تخيل انت من الهرم لمشترك تركي. حاله عنيفه. الكلمات هناك صعبه جدا. لما بيسمعوك تتكلم مصري يقول لك تعالى اتكلم. يعني يوم المنسف ده في بنت معديه سمعتني بتكلم مصري، قالت لي ايه مصري؟ قلت لها اه. قلت له اتكلم. قلت لها اخرسي عشان اتكلم. سبحان الله، نفس الرزاله اللي عندنا. انت عايزه حاجه اديني فرصه اعملها لك. انا داخل مكان سهر في مره، كنت خارج في ديت مع واحده ما جاتش. تقريبا عندها تنبؤ بالمستقبل او عرفت تقراني كويس، عرفت ان انا خطر بشكل ما. فوانا داخل لقيت بنت بتزق ولد في كتفه. طبعا الكلام مش فاهمه، شبه الروسي، على ما فهمتش هي بتقول ايه. فانا بقول انا امي ربتني ان لما الاقي بنت بتتعرض لايذاء بدني اول حاجه افصل القوات واحميها وافهم ايه الموضوع بسرعه.
عشان انا تحت التهديد دلوقتي، ممكن حد يخبطني في حاجه في وشي او حاجه، بس الاقل احميها واخد انا الضرب وحاجات. شكرا شكرا. تمام. لا مش جايين رات فاتحه نقعد نسقف لامي كل شويه في هتتوتر مني دلوقتي، مش عايزه تتوتر. فانا اول ما دخلت شفت البنت بتزق الولد وان في مشكله، فصلت القوات زي ما امي علمتني، وقفت افهم ايه الحكايه وبقول له انت مجنون؟ في ايه يا بنت الناس؟ ايه اللي حصل؟ قالت جحرني. جحرني. شايف الكلمه؟ انا سمعت الكلمه قلت يا ابن الفجره. علي ابن جزمه ليه الادب صحيح. والزياط بقى، وانتوا عارفيني في الزياط يا اختي. ازاي تشحرها يا ابن مش عيب عليك لما تشحر واحده؟ لقيت المكان كله سكت وبينظر الى هذا المتخلف، بما فيهم البنت اللي كانت لسه بيتم الاعتداء عليها. لقيت الناس كلها سكتت وبصت لي بنظره غريبه جدا، وفي مكان حتى المزيكا وقفت والليزر والباك لايت الناس كلها وقفت. وجاء الويتر، وزي ما احنا عارفين الويتر بيتكلم لغات مش مفهومه. يعني حد يدخل يقول له اقول له حاضر اجيب لك ترمس، هو عارف اللغه، عارف اللغه اللي جوه دي. فهو دخل قال لي انت مصري؟ قلت له اه. قال لي طب يعني ايه جحرها؟ انا كلمنا قال لي ايوه انت يعني ايه جحرها؟ فجربت لقم الفلاحين. قلت له انا عارف انت عارف. ما جاتش خالص معايا. جربت شغل على الصغار، ايوه طبعا عارف، انت فاكر ايه؟ قال لي طب قول. قلت له جحرها. انا كل ده اللي في دماغي بالتصوير البطيء لما احنا عندنا في مصر سحلني فيها حصان وحبل او واير وازاز وطوب وحاجات شغلانه في سحلني، ما بالك جحرني. جحرني دي ان في دب قطب بقى هيعتدي جنسيا على هيتفشخ الراجل. فجحرني دي اكيد كارثه بنت لذينه. فجحرني اكيد ده قصه. قلت له جحرها. في حد يعتدي؟ قال لي يعتدي ايه؟ اتاري جحرها معناها ايه؟ زغر لها. يعني انا كده جحركم، ودي حاجه طبعا مهينه للشرف، ما ينفعش. قلت لهم يا جماعه طب انا باخد موقف وكده، يعني على الاقل ما ينفعش ان بنت توصل لمرحله انها تزق راجل. وانت برضه بتزقي ليه؟ ما هو عشان بص لك بصه انت رخمه صحيح انت كمان. فدخل واحد قال لي هو انت مصري؟ ايوه. ما انا بقول بقالي شويه. قال لي والله انتوا فراعنه نحبوك. الله. قلت له ايوه ده اللي بقوله ان انا مصري. قال لا كاس في صحته. قلت له لا انا عندي ديت هنا في ترابيزه رقم كذا. قال لي ما مشيت. قلت له مشيت. دي كانت اهانه تانية. لحد ما في يوم داخل انا مكان اشتري سماعه او حاجه للموبايل عشان وانا سايق اعرف اتكلم. فدخلت لقيت باب ازاز، عارفين الباب الازاز السكريت ده؟ فداخل فهو مش مكتوب ادفع ولا اسحب، يعني مش مكتوب. وانا طبعا بحترم جدا الحكايه دي ان هو ممكن يتكسر. فبسال الراجل من جوه بقول له السلام عليكم. فبص لي بهيبه طبعا، هو عادي مفيش حاجه، هو كان قاعد بيتفرج على حاجات بتضحك وعادي، هو تمام مفيش اي مشكله. قلت له من فضلك ازق ولا اسحب؟ قال لي ده طرب، ده طرب، احنا كده جايين ناكل نيفه بقى مش جايين. قلت له ايوه ازق ولا اسحب؟ بحاول اشرح بصريا الحكايه. انا هيبتنا في الشريط. فزقيت الباب بشويش خالص كده، قلت يمكن قصده ان هو بيتفتح ويتقفل، يعني بيتزق ويتسحب عادي. فبزق الباب بشويش، ما انا خايف بقى ايه الباب عارفين انتوا الحظ العسر ابن اللذينه ده، حظ عثر جدا ان الباب يتكسر يقول لك الله يا صاحب الشغل اجي مش فيش داعي. فزقيت الباب بشويش، دخلت. اول ما دخلت قال لي سعد دينك. ايه؟ ديني ماشي. ايه اللي في الاول؟ سعد دينك ماشي، من غير صيحات هنود حمر في الاخر. انا عايز الفيرب بس اللي في الاول، عشان وانا بدي لك ابقى عارف ايدي كام في المية، يعني على قدها. مش عايز انا اللي اكبر الموضوع. ماله ديني؟ اتاريه بيقول يسعد دينك. فقلت له يسعد من السعاده؟ السعاده اللي فيها فرحه وكده. قال لي يسعد دينك. قلت له يعني ايه؟ احنا عندنا الدين ده يعني مين هيعمل ايه فايه اللي يحصل؟
اديني خط دراما افهم يعني ايه هنبدا من فين نوصل فين. يسعد يلا انت مصري يا دي ايوه. انا بكلمك في لغه عربيه دلوقتي، حاجه كومن جدا بيننا كلنا وبين بعض. يسعد دينك، ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله انت اصل انت الوحيد اللي سالني على الباب بيتزق ولا بيتفتح فانا فرحان. قلت له اصلا بيتزق ولا بيتفتح؟ قال لي الاثنين. قلت له دي السبب. ليه فرحان وليه انتظرت؟ ليه صابر وراضي مستني حد يسالك طالما هو بيتفتح كده وكده؟ يعني ليه كده؟ قال لي والله احنا يسعد ربك. اتاري ان يسعد دينك او يسعد ربك معناه ان هو ربك يسهل، بس هم ايه؟ شخصيه لغويه. وده على فكره في حاجات كتير. يعني مثلا اقول لهم عايزين ناكل حاجه يا جماعه، فيقول لك هنروح المطعم. اقول لهم المطعم ده نروحه؟ حلو لانه ايه؟ لانه ايه؟ انا مخي ماشي على الحبل دلوقتي، مش يعني ارد ولا اقول لك لانه ايه فانت تقول انه حلو لانه ايه؟ لانه حلو. ما تقول لانه حلو. يقول لك لا حلو لانه. طب هنكلم احمد يجي معانا. مشغول كانه ايه؟ مشغول يا جدعان. يا جدعان ما تدوس مثلث. شوط. ليه كلنا بنرجع للجون مش عارفين نطلع بجمله حلوه بس عشان حلو لانه كانه فيسعد ربك. خد بقى انت ايه، البس انت الحاد بقى عشان بسببه. قلت لها انا علي من مصر. فهتفت هتاف وصياح وحاجات ما فهمتش منها ولا كلمه. لا هو عربي ولا اردني ولا شامي ولا روسي ولا مش فاهم انت بتقولي ايه اللي بيحصل، مش فاهم ولا حاجه. جاء الويتر اللي انا كنت مستنيه بقى لي ساعه الا ربع اصلا اشرب حاجه. قلت له يا عم والله ما، قال لي انت بتعكسها ولا ايه؟ قلت له يا عم والمصحف ابدا. انا قاعد لقيتها بتبعت لي بوسه في الهواء، فقلت لها انا، قالت لي انت وبس التاني. قال لي انت من مصر؟ هو يا جماعه ليه من مصر بقت رمز للجهاله؟ ليه؟ مش احنا بتوع الاهرامات والمشترك التركي؟ ايه اللي حصل؟ قلت له يا عم من مصر. قال لي لا استنى عملت لك كده؟ قلت له قال لي دي معناها لا. يعني يا اصدقائي الصغار لو تفتكروا من ساعه وشويه كده لما انا قلت لكم انا واقف هنا بالاماره، الله يرحمني يحسن لها، كنت عايش وسطكم بقول الكلام ده. لما كنت لا انا تقول لي لا والمصحف انا والمصحف لا، وانا كل جاهز للجماع بس لا. ابوس ايدي وش وضاء، ابوس نفس السيلفي بقى ونخلص. ففهمت ان انا في مأزق. قلت له بقول لك اسمع، انت عارف ان انا مش قاصد وفاهم غلط صح؟ قال لي مظبوط. قلت له اسعد دين. بشكركم جدا جدا، ده كان وقتي. الف شكرا. شرفتوني ونورتوني. الف شكر. الف شكر. يا رب تكونوا انبسطتوا. ربنا يحل ايامكم. ممكن اخد معاكم صوره؟ يلا بينا.